السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا حبايبي، أخوكم وحشني كتير كتير كتير. دلوقتي زي ما انتم شايفين دي لعبة بيوسو. أنا بحاول أفتح بيوسو دلوقتي. أول ما أفتحها فتحتها قبل كده، جربت حاجة كان في ناس قالت لي إن البوت ما بيشتغلش عليها، فأنا قلت أما أخش أبص بصة سريعة كده. النهارده هنتكلم عن الالعاب اللي ما بيشتغلش فيها البوت بتاعنا، اللي هو الاس بوت الفري والام بوت والحاجات دي كلها. الالعاب اللي ما بيشتغلش فيها البوتات عامه بيبقى لها بوتها الخاص، او هي بتبقى لعبه مدفوعه. تمام، زي مثلا لعبه سيلك رود اونلاين. لعبه سيلك رود اونلاين دي لعبه مدفوعه، يعني محدش يكون داخل حاطط في دماغه ان انا هعاني عشان اخش وهعاني عشان اعمل بس اشحن البوت وهلعب واستمتع. انت مش هتستمتع اصلا في اللعبة ديت، لان اللعبة ديت ما فيهاش اي متعة بسبب ان هي مدفوعة. فانت داخل هتشحن وهتلعب وهتدفع فلوس، اوكي العب سيلك رود اونلاين، هتنبسط كتير، ولعبة طبعا عايشة بقالها سنين وسنين وسنين، فلعبة كويسة هتلعبها تنبسط امورك طيبة. انما هتقول لي بقى انا لا، انا داخل استمتع وانبسط، لا يا صاحبي، انت مش هتستمتع ولا هتنبسط، لان هي لعبة لازم عشان تبقى قوي فيها لازم تبقى دافع فلوس. تمام كده، دي كده اول حاجة بالنسبة للعبة سيلك رود اونلاين والالعاب دي. بالنسبة للالعاب التانية بقى اللي هي ما بيشتغلش فيها البوت، هما بيبقوا مخترعين بوت لهم خاص بيهم في اللعبة. بتفتح مثلا هنا ولا من هنا ولا من هنا، بتلاقي البوت بتاعهم. لو البوت موجود هتخش وتلعب، مفيش بوت موجود يبقى خلاص انت دلوقتي مفيش بوت، تعمل ايه يعني؟ مفيش بوت بقى، يبقى الحل البوت بتاعنا اللي هو اس بوت اللي احنا بنلعب بيه. طب يا عم دلوقتي انا اللعبة هي شغالة بالاس بوت والامور طيبة بس ما بتشتغلش عندي. حلو، اللعبة ما بتشتغلش عندك، في حل من الاتنين. الحل الاولاني ان انت هتخش عندي على الجروب في ملف برنامج للملفات الناقصة. البرنامج بتاع الملفات الناقصة دي يا حبيب اخوك هتعمل بيه هتقوم مسطبه، يقوم مظبط لك كل الملفات الناقصة فالبوت يشتغل عندك. تمام كده. طبعا يا عم ادريان انا عملت كده، وبعد ما عملت كده برضو المشكلة لسه موجودة، اعمل ايه؟ لو المشكلة لسه موجودة يبقى انت كده يا حبيب اخوك بتواجه مشكلة بقى؟ مشكلة ان النسخة نفسها، نسخة الويندوز هي اللي فيها المشاكل. مادام نسخة الويندوز فيها مشاكل، انت عايز نسخة جديدة يا صاحبي على طول. ليه؟ لان النسخة انت هتحلها ازاي؟ هي النسخة بايظة، يعني النسخة معاك بايظة، هتعمل ايه؟ هتغير النسخة، تجيب نسخة تانية. شوف بقى النسخة التانية تجيبها 11، تجيبها على حسب ما انت ما هتحب، بس يفضل انها مش اقل من 10، يعني ما يكونش واحد شغال لي بنسخة 7 ويقول لي دي فيها مشاكل. ما طبيعي لازم يكون فيها مشاكل يا صاحبي، ما هي النسخة 7 اصلا الشركة نفسها ما عادتش بتعترف بيها، يبقى ازاي انت هتلعب بنسخة 7 وهي الشركة ما عادتش بتعترف بيها اصلا؟ فطبيعي لازم انت تبقى واخد بالك من النقط المهمة دي. واحنا رايحين فين اصلا؟ طيب ماشي، تبقى واخد بالك من النقط المهمة دي، ان مادام النسخة مش شغالة عليها العاب وعاملة مشاكل كتير، على طول انت عايز نسخة جديدة. طبعا ما ادام انا الجهاز بتاعي بعافية والحكاية والرواية، والله هي لازم تعمل بقى ابجريد. بالنسبة للعبة سيلك رود ما بتعوزش اصلا جهاز امكانياته عالية، ده هو عايزة اقل امكانيات. سيلك رود يعني مثلا جهاز البروسيسور بتاعه قديم، اسامي قديمة بقى مش لازم نذكر اسامي، تمام، وياما 2 جيجا مثلا، ايا كان هو النوع بتاعها ولا اسمها مش هتفرق برضه، و بس وخلاص. من غير كارت الشاشة، هو كارت الشاشة بيلت ان اللي بيها في البوردة هتلاقيها شغالة معاك ما فيهاش مشاكل، تلعب وتنبسط وامورك طيبة. طبعا كل ما الجهاز بيبقى اسرع بيفيد في بقى الجهاز الاسرع. الجهاز الاسرع بيفيد ان انت تقدر تفتح سلك رود مثلا على اعلى اعدادات، اللي هي مثلا دي
اعلى اعدادات طبعا لا بتختلف. تقدر حاجات كتير تقدر تعملها في زائد طبعا وانت بتشغل بوتات لفترات طويلة هتلاقي الجهاز ما بيهنكش. تبقى فاتح مثلا، لو اللعبة بتتيح لك انك تفتح 8 اكونتات بتفتحهم مفيش فيها اي مشاكل. حاجات من دي يعني، فاهم؟ هي دي ميزة الجهاز السريع، مش هيوقفك عن اي حاجة ولا يقولك لا عن اي حاجة. انا تقريبا هموت لو انا رحت لعبت هنا، بس انا عايز اجرب بس ايه فكرة. هو فين الوحوش؟ فكرة ان البوت شغال مفيهوش اي مشاكل. فمثلا نعمل شغل هنا كده مثلا، نعمل اي حاجة. هو اصلا المكان اللي انا روحته مكان يعني مش في المكان بتاعي، وانا اللعبة منزلاني من غير صحة يا جدعان. ايه المعاملة الجافة دي؟ انت عشان مديني 100 مليون يعني تنزلني من غير صحة؟ طب ما كنت كمل جميلك ونزلني بالصحة. ثواني كده خليكوا معايا، هنروح مكان يكون فيه وحوش ونشغل فيه البوت. سيلفر ستارت 10 دقايق وجيفت افتر ستارت. يعني على حظ ارمط لما جيت افتح السيرفر هيستر. ايش يا عم مفيش مشكلة، حقك يا بيه، اللعبة بتاعك كنت حر تعمل اللي انت عايزه. المهم يعني فالالعاب اللي زي ما احنا ما قلنا، نرجع لاساس كلامنا اللي هو الالعاب اللي هتلاقيها مش شغاله ببوت بيبقى لها بوتها الخاص، او هي العاب مدفوعه. العاب مدفوعه يبقى خلاص انت داخل عامل حسابك ان انت مش هتنزل باراشوت بقى، وانا ما بشحنش وانا بلعب بمجهودي والشغل ده كله. لا ما ياكلش يا باشا، ما ينفعش معانا الكلام ده. الدنيا هدوم ولا ايه؟ لا ما ادانيش حاجه. امال ايه الفش اللي اتعمل ده؟ ولا فين الوحوش يا لا؟ امال لما عاوز اعلى هعلى ازاي حضرتك؟ هضرب وحش بوحش. واخدين بالكم؟ فالالعاب مدفوعه، ما تخشش بقى تقول انا هلعب بمجهودي ومش عارف ايه والكلام من ده. لا يا باشا، متلعبش بمجهودك. انت داخل لعبه عارف ان هي لازم تشحن فيها، يبقى هتشحن بوت بي اتش بقى. مفيش حاجه اسمها اس بوت والكلام من ده. تشحن بي اتش، تدفع في البي اتش، تدفع في البريميوم، تدفع في مش عارف ايه، هتلاقي نفسك بتلعب وبتنبسط والحياه جميله. تمام؟ دي بالنسبه للالعاب المدفوعه. مفيش بوت فري هيشتغل، عشان ولو اشتغل هيحصل مشاكل وتلاقي نفسك ما انتش عارف تلعب ولا عارف تتنيل. شغل يا عم بوت هنا بقى، انا زهقت من المشي صراحة. تمام؟ فانت مش هتعرف تلعب. انما تخش بقى تلعب العاب عادية والبوت ما اشتغلش بس شغال عند ناس تانيين، يبقى هي الحل الاولاني. هتخش على الجروب، بتنزل البرنامج بتاع اللي بيصلح الملفات الناقصة، او هتنزل البرنامج او هتلاقي غير النسخة كلها، لان النسخة كلها يا باشا هيبقى فيها مشاكل. يعني هو دي اهم الحاجات اللي احنا نتكلم، اللي انا كنت عايز اوصلها للناس. ان البوت مش شغال يا صاحبي، لا ده البوت فيه مشاكل. لا، البوت اللي انا مشغله هو احدث بوت في الفري، اللي هو لا ده حتى بتاع شيفا، والله مش احدث حاجة. كنت انا بجرب حاجة في شيفا ففتحته من غير مقصود، بس البوت التاني برضه شغال. هجربه حالا. تحبوا جربه دلوقتي؟ ممكن نجربه مع بعض، بس عشان ما اطولش الفيديو ثواني انا اجربه وارجع لكم تاني. طيب زي ما انتوا شايفين اهو، ده البوت التاني اهو اللي هو بوكس، ويبقى كده الاتنين شغالين ما فيهمش اي مشاكل. دي لعبة كان حد قال لي ده انا هموت واشغل البوت عليها، فتحت لقيت البوت شغال عادي مفيش اي مشاكل. المشكلة كانت عنده هو، والله اعلم هو حلها ولا لا، ما تواصلش معايا. بس هو كده المشكلة عنده بقى هتبقى زي ما احنا ما قلنا، لا في البرامج اللي ناقصة عنده، لا اما في النسخة نفسها هي اللي عاملة المشاكل مع البوت. واستنوني ان شاء الله، عشان كانت في ناس طالبة مني الام بوت ونظبطه سوا، نبقى نرفع فيديو برضه وانا عنيا لكم حبايبي. احلى مسا عليكم، سلام.